والآن مع بودكاست العرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بودكاست العرب. اليوم لدينا ضيف من المملكة العربية السعودية. كيف حالك يا أخ سعود؟ الحمد لله والشكر. كيف حالك انت؟ مالك دخل؟ مالت عليك يبا، مو بزين مني اسال عنك. لا تسأل عني، لأن هناك 20 دولة سألت عنك، وسوف نبدأ بأول سؤال من دولة الكويت. والسؤال يقول: إذا كانت الكويت عروسة الخليج، إذا من زوجها؟ ذا سؤالك ملغم ومن تحت الطاولة، وراح اكتفي بالقول ان الكويت عروسة بدون عريس. يعني عانس. نعم. السؤال الثاني من لبنان ويقول: إذا كانت بيروت عروسة بلاد الشام، إذا من هو زوجها؟ الأردن أم سوريا أم فلسطين؟ يا بويت، ما عندك سؤال غير الزواج؟ ليش محسسني اني مطلقة وجاي ادور عريس؟ اخلص يا هو. الجواب واضح يا سعود: الأردن أم سوريا أم فلسطين؟ انا اعتقد سوريا، لان بيروت عروسة بلاد الشام ومدينة الشام موجودة في سوريا فقط. السؤال التالي من المغرب ويقول: عدد لي 3 أكلات مغربية تحب أن تأكلها. صراحة ما ادري وش اكلاتهم، بس اعرف اكلة واحدة بس. وما اسمها؟ اقول اسمه هني عادي؟ ما تقول يا عم، هي الأكلة مش لابسة بنطلون ولا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ايش في قلبت مصري فجأة؟ الاكلة اسمها كسكسي. كسكسك؟ لا يا هو، تراك جبت العيد. السؤال التالي من اليمن ويقول: هل جربت القات من قبل؟ ما قد جربته ولا بجربه، ونصيحتي لاخواننا في اليمن والله العظيم انها تفسد الاسنان وتفسد الصوت وتفسد الفم وتفسد الشكل وتخلي شكلك غريب، طالعت لك كذا زي البالونه من فمك. الله يهديكم ويهدينا. آمين يا رب العالمين. السؤال التالي من قطر ويقول: هل تريدون استضافة كأس العالم 2034 لأنكم تشعرون بالغيرة من قطر، أم لأنكم طموحون؟ لا طبعا، بالعكس، حنا وش نبي كل الدول العربية تتطور وتكون طموحة وتوصل للعالمية، وهذا اللي نبيه. وموضوع غيره ما غيره هذا شيء مستحيل. حنا نتنافس على التطور، وما في أحلى من المنافسة بين الدول العربية. هذا الشيء يخلي كل الدول العربية متطورة في المستقبل إن شاء الله. السؤال التالي من السودان يقول: هل أحببت زولة من قبل؟ وش يعني زولة؟ يعني زولة يعني فتاة. ايه، حبيت واحدة امريكية وانا اخوك، كان اسمها داركية، بس للاسف طلعت نصابة وسرقتني. سرقت السودان، بعد سرقت كل الدول العربية يا رجل. السؤال التالي من الأردن ويقول: حدود السعودية تضم قطر، عمان، اليمن، الإمارات، الأردن، العراق، الكويت. إذا كانت السعودية مخيرة بأن تختار دولة واحدة فقط في حدودها، من سوف تكون هذه الدولة؟ انا لو علي الموضوع وانا اخوك، ليت ما يكون في حدود اصلا بين الدول العربية كلها يا رجل. بعدين السؤال ملغم. الحين لو اختاريت العراق بيزعلوا باقي الدول، واذا اختاريت سلطنة عمان برضو بيزعلوا، واي شيء بختاره بيزعلوا. على قولة المواطن السوري، حلوا عن سوف نأخذ فاصل إعلاني قصير ثم نواصل. شعرك قوي كفاية ليتحدى هيدا وهيدا وهيدا. أكيد إذا كان قوي من جوا. بانتين بروفيل جديد بيعطيكي هالشي. أهلا بكم مرة أخرى في بودكاست العرب. وسؤالنا اليوم من البحرين، والسؤال يقول: لماذا دولة البرازيل لا يوجد بها تين؟ لانها تقع في امريكا اللاتينية. سؤال من سلطنة عمان يقول: احكي لي نكتة تجعلني أضحك. كيف راح يضحك؟ هو وينه؟ سوف أتصل به. كيف حالك يا سلطنة عمان؟ أريد أضحك. في واحد دعسته سيارة، أخذ تعويض 100,000 ريال. ثاني يوم راح وقف قدام القطار وقال: خش علي يا أبو الملايين. إذا إلى هنا تنتهي فقط. خلاص يا عمان. إذا إلى هنا تنتهي فقرة الأسئلة، ونذهب لفقرة التحديات. وعدنا إليكم مرة أخرى في بودكاست العرب، والآن مع فقرة التحديات. هل أنت جاهز؟ أنا دايما جاهز. هذه كلمة سعودي ريبورترز ذات تسرق رجان. ونبدأ بأول تحدي من الإمارات ويقول: أتحداك تفتح لايف تيك توك وتقول كبسو كبسو. الصدام يا حبيبي ما أشوفك شيء، يلا كبسو كبسو حي عينكم. التحدي الثاني من أم الدنيا مصر ويقول: أتحداك تقول هنمسك كريستيانو ونحطه على برج خليفة ويصيح سي، لكن باللهجة السعودية. حنا بنمسك رونالدو ونحطه هني على برج خليفة ويصيح سي. والتحدي الثالث معانا من ليبيا ويقول: أتحداك ترقص بس بدون ما تتحرك. والتحدي الرابع من فلسطين ويقول: أتحداك تقول بطتنا بطت بطن بطتكم، تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم. انزين، واللي بط بطوننا احنا المواطنين، مين يبط بطنا؟ والآن التحدي الخامس من موريتانيا ويقول: أتحداك أن تقوم بعمل حركة مضحكة في وجهك. يا أخوي ترى ما سويت شيء بعد. التحدي السادس من تونس ويقول: أتحداك أن تقص شوية من شعرك. التحدي السابع من الجزائر ويقول: أتحداك تغني راب سريع. ما فيك تجاروا كلامي لانه جمع خصم الشطه بطخ بالنار بس بعمل يعني بس ساعه ثانيه بكله
لما بلع غفلة جلي جاني قال غالي هذا محالي لا نفعل بالعالي عن التحدي التاسع من سوريا ويقول أن ترفع يديك إلى انتهاء البرنامج. والتحدي الأخير لهذه الحلقة من العراق ويقول أتحداك أن تبزق على مذيع برنامج بودكاست العرب. معلش هي كذا الحياة، يوم ليك ويوم عليك. عليك ايوه.